السلام عليكم، اخباركم ايه؟ الفيديو ده هتكلم معاكم فيه كده بشكل سريع على لو تعثر النادي الاهلي للمره الثانيه او الثالثه، ايه اللي ممكن يحصل في الدوري المصري. طبعا كلنا شايفين بعد ما تعثر النادي الاهلي امام فريق فيوتشر في اول مباراه في الدوري المصري. طبعا شايفين كميه كلام كتير جدا 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 على مشاكل وعلى هتافات لجماهير وعلى لازم تدخل من النائب العام ولازم تدخل من الدولة وما ينفعش السكوت عليه، وكمية كلام على مشاكل كبيرة بين الجماهير هنا وهناك، ويعني زي ما بيتقال كده بوادر فتنة كبيرة ممكن تحصل بين الجماهير، لمجرد بس ان هو ايه، ان ابتدي اصدر المشكله، او ابتدي اصدر عدم الاستقرار او التوتر للمعسكر التاني او للفريق التاني المنافس، عشان بس نبتدي ايه، نعمل بروباجندا زي ما اتقال، وننقل الضغط على الفريق التاني، وان في مصادر من الرابطه بتتكلم معانا، وان هيتم ايقاف الجماهير بشكل كامل، وان اللي حصل ده مش هيعدي، وتهديد من ابو لاعب ان لو ابني حقه ما جاش هيخرج بره مصر ويحترف بره مصر. كميه كلام كتيره حاصله من بعد اول مباراه في الدوري المصري. يعني انا شايف الاحداث يعني بتتطور بشكل غريب جدا جدا جدا. يعني احنا طبعا كلنا قلنا ان احنا ضد الهتاف باي حد خالص واي هتافات مسيئه، لكن يا كابتن يا اللي دايما بتكبر المشاكل وبتحاول تدخل مشاكل بين الجماهير وبعضها، كان دايما بيحصل شتايم على كابتن شيكابالا وشتايم على كابتن رمضان الصبحي وشتايم على لعيبه كتيره. كنت دايما بتنصح اللعيبه دي ان هم يحطوا قطن في ودانهم وما ينفعش حد يقدر يتكلم على الجماهير. مالك المره دي قايم بشكل رهيب جدا، مكبر الاحداث بشكل رهيب جدا بين كل الجماهير، وعايز تعمل فتنه من كل الجماهير وبعضها. امال لو الاهلي تعثر في ماتش تاني او تالت او رابع، هيكون تصرفاتك عامله ازاي الفتره الجايه؟ فعلى مجلس الاعلى للاعلام وعلى كل المختص بامور الكره في مصر ان ينتبه للحركه اللي بتتم دائما من خلال هذا الاعلامي، ان مجرد ما يحصل تعثر للفريق ده بيكبر الدنيا وبيكبر مشاكل معينه وبيعمل ضجيج كبير في اي حته عشان يبتدي يصدر اي ضغط على اي حاجه تاني. وده منهج هو ماشي بيه الفتره الاخيره، والمنهج ده ممكن يوصل الفتره الجايه لحاجات احنا مش حابين انها تحصل في الكره المصريه. فعلى كل مسؤول او على كل الناس الموجوده في مجلس الاعلى للاعلام تنتبه للحركه اللي بيقوم بيها الاعلامي ده، حتى يعني عشان نقدر زي ما بيقولوا كده نعدي البر الامان بالدوري المصري وبالمنظومه الرياضيه، ونشوف دوري احنا حابين يكون فيه دوري تنافسي ودوري على احسن وجه.